تقوم إدارة هيئة الخدمات بالتعاون مع المجلس المحلي في قلعة المضيق بترميم وتسليك الطرق المؤدية اتجاه الشمال، وقد تم ذلك على عدة مراحل، حيث تم تفريغ الحفر الفني بشكل دقيق للحفاظ على المجبول الزفتي، وتم تنظيفها. والآن كما تشاهدون إدارة الخدمات أرسلت إلينا وبالتعاون مع المجلس المحلي المجبول الزفتي، وذلك لتسليك الطرق المغادرة أو الواصلة إلى بلدة قلعة المضيق. نحن هيئة إدارة الخدمات قمنا بعد الكشف على طريق قلعة المضيق الناحية، وتبين أن الطريق معطل جزئيا بسبب وجود بعض الحفر والمقاطع العرضية المخربة. قمنا بدراسة ما يلزم من إصلاحات لجسم الطريق، وتم تجهيز المواقع بالتعاون مع المجلس المحلي في قلعة المضيق. وبناء على ذلك أحضرنا المجبول الزفتي الحراري وما يلزم من معدات آلية من مداخل وآلية فرش بوبكات وما هنالك، ويتم الآن تنفيذ المطلوب إن شاء الله بالشكل الجيد والسليم.